وكالعادة يا سادة يا سكر زيادة جينا لكم نرسم على وشوشكم البهجة والسعادة. اخدت عمريلو كده وقلت له تعالى في اوردر كنت طالبه هنروح نستلمه، ودي حاجة كانت اشطر كتكوت نفسها فيها من زمان، فلما ربنا كرمني بنكود ما ترددتش وجبتها لها على طول. وهنا وصلت الشارع وزي ما انتم عارفين انها قصيرة ومش طايلة، فماسكة القلة ليه بقى؟ اللي حافظ يكمل في الكومنتات. كان زي اشطر كتكوت، النور كان قاطع وكنت قاعدة في الشارع كده حرانة وطهقانة من الحر. بصيت لقيت كرة عيني كده جاي وجايب لي الكيس ده، بقول لي بص شوفي جبت لك ايه. قلت له ده حبيبي، فتحته كده لقيت فيه خميره، قلت الله ده الخميره اللي كان نفسي فيها، وده الخمار بتاع اختي اللي كنت بلبسه. قلت له والله مش عارفه اقول لك ايه، قال عشان تغيري خمار تيتا اللي انت لابساه ده. قلت له لا طبعا كله الا خمار تيتا، خمار تيتا ده العيشه. بص بقى بالمناسبه الحلوه دي هعمل لك حته اكله ارمي لك بقى عظمك عشان تعمل كرش كده وتربى عضلات. المهم كده طلعت افتكرت ان كان عندي كيلو ونص لحمه في الفريزر من 4 ايام، كنت جايبهم ب 150 جنيه. قلت اطلعهم اعملهم عشان الحق اجيب غيرهم قبل ما اللحمه تغلى، عشان اللحمه الايام دي خلصانه لانها رخيصه طبعا الناس كلها بتشتريها. رحت هوبا شقلطتهم في الحله كده، ورحت نازله عليهم ببصل وفلفل وملح، واديتهم واحده يمين في شمال وشمال في يمين وفوق وتحت وتحت وفوق، اديله واديله. ورحت نازله بالطماطم كده، قلت لهم وعادي اظبط ساعه تقولنا 5 دقايق على 9 دقايق واستنى لما اللحمه تغلي. ورحت نازله عليها بالميه عشان الدنيا حر، قلت اطر عليها شويه كده واعومها في بحر ميه، بس على الله ما تغرقش، ده الموج عالي اليومين دول. رحت مغطياها شويه علشان تغلي مع بعضها. رحت بقى جايه على برام الرز غسلاه كده حته غسله بقى لحد ما خليته فله شمعه منوره عشان اعمله في الفرن طبعا، لان زمان انتوا عارفين كره عيني بحب الرز بوشه طبعا، بس ده مش اي رز، ده انا هعمله في فرن الحاميه. رحت بقى حاطه الملح وحاطه اللبن ومزوده شويه ميه وحطاه على البرام. رحت نازله بقى لما القش ده وراها على الفرن، ولع الفرن حته ولعه بقى، رنيته. رحت خليت امي حطت البرام لان الفرن لما ولعته سخن جامد وخفت يلسعني يا اختي. رحت بقى ايه قلت لها تعالي يا امي حط البرام انت اعدليهم وانا نولع عليهم. قعدت اولع كده بقى واستخدمت خبره خالتي لما كانت بتولع على البرام، وقعدت اولع فيهم لحد ما عمل وش كده. بص الوش حاجه ايه شيء فخر من الاخر. نسيتوني يا فنزاتي، هسيب لكم لينك ابلكيشن بس في الكومنتات هتكسبوا $50 في التو وفي الحال اول ما تكتبوا الكود اللي هيظهر على الشاشه بالحرف. رحت بقى حاطه لهم السمنه والزيت كده زقتهم، ورحت مدخلاهم تاني في الفرن ومغطيه. رحت طالعه بقى بص على اللحمه كده لقيتها ايه استوت، لقيتها كده في قلبك يا اختي، في قلبي ولا اقول لك ايه في كرشك احسن. رحت مغطياها كده ورحت جايبه البتاعه ديت الصينيه ورحت مطلعه اللحمه فيها. رحت عامله بقى شويه فتات عظامات كده نازله عليهم بالشوربات، ورحت غرفه الرزات حطاهم على وشهم حطات بقى ايه حاجه كده فخره من الاخره، معرفش ايه فخره من الاخره دي بس ما علينا. المهم كده حطيت الشوربه قلت له تعالى يا كره عيني عشان تاكل وترم عظمك وبمناسبه الهديه اللي انت جبتها لي. راح مستخدم حاسه الشم البوليسيه كده وقال لي الله اللحمه دي كلها ليه؟ قلت له لا يا حبيبي خد حته وخلي الباقي للناس اللي بره عشان ياكلوا. المهم بقى قعد ياكل كده ينقي الرز من على الوش عشان بيحب الوش. قلت له بقى اشرب الشوربه بس بالراحه لا سخنه والدنيا حر نار ساقعه على النهار، مش عارفه ايه الزمن اللي احنا فيه ده، حسيت ان احنا رجعنا لزمن كفار قريش تاني. المهم بقى كده قال لي الله خدي بقى انت دوقي وقولي ايه رايك. قلت له طب ما اكلي وانا عارفاه. اللي لا طبعا لازم تاكلي وتقولي لي رايك ايه. قعدت كده اكل والرز كان سخن والدنيا كانت حر فظيع بقى. ما تنسوش بقى اللايك والكومنت وشير وتتمنوا لي من قلبكم الخير. يلا سلام عليكم.